بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله: قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، وأورد فيه حديثا واحدا يدل على صفة القيومية، فالله سبحانه وتعالى متصف بأنه قيوم، وكذلك قيم وقيام، كل هذا وارد، فهي صفة ذاتية واسمه القيوم. فقوله هنا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يريد المؤلف رحمه الله أن يقول: الله هو الذي خلق ودبر، وهو الذي يقوم بحفظ كل شيء من أمور الرزق والتدبير والخلق والإحياء والممات، كل ذلك بأمره، لأن من معاني القيوم التدبير، فهو مدبر أمور خلقه ويقوم بحفظ كل شيء. لهذا قال الله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذه النفوس وهذه المخلوقات لا تقوم إلا بالله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي أحياها وهو الذي يحفظها وهو الذي دبرها، ولولا الله عز وجل لما كان الإنسان، لم يكن شيئا مذكورا. وأما دليل هذه الصفة ففي القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا هو الاسم الأعظم لله عز وجل الذي إذا دعي به أجاب، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف طويل، لكن لعل أقرب الأقوال هو هذا القول. وكذلك هذا الحديث الذي أورده المؤلف هو من الأدلة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا قبيصة. قبيصة هو ابن عقبة السوائي. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري الإمام أمير المؤمنين في الحديث، عن ابن جريج وهو المكي عبد الملك بن عبد العزيز المكي، عن سليمان وهو سليمان بن عاصم الأحول، يروي عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني تابعي ومن تلاميذ ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد مر معنا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام الهاشمي الحبر والبحر رضي الله عنه. ابن عباس كان حريصا على أن يعرف ويعلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، لهذا صلى معه عندما نام عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها بسرف. فالشاهد أنه صلى مع رسول الله، وكان من دعائه في الليل هذا الدعاء. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على عبادة ربه، كما قالت عائشة: كان عمله ديمة، يعني إذا عمل عملا لا يقطعه. وهذه هي السنة، لا تجتهد في عمل أنت لا تستطيع أن تداوم عليه، افعل ما تستطيع أن تداوم عليه، لأن هذه هي السنة، أنك تفعل الفعل وتداوم عليه. فأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها العبد، ولو كانت قليلة لا بأس، كونك تداوم عليها
أفضل وخير من أنك تعمل عملا كثيرا ولا تداوم عليه، تنقطع. لهذا كان يداوم على قيام الليل عليه الصلاة والسلام، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن كما قالت عائشة، وهكذا ثم يصلي 4، وكان يصلي أيضا ركعتين، كل هذا من سنته وهي من سنن التنوع. وكان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، وكان من دعائه هذا الدعاء في صلاته وغيره من الأدعية. لهذا قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يصلي الثلث ثم ينام في السدس. إذن السدس الأخير والنصف الأول كان للراحة والنوم، أما الثلث الذي هو قبل السدس كان يقومه، فوصف صيامه وقيامه بأنه أفضل الصيام وأفضل الصلاة. أما الصوم كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. ماذا في هذا الدعاء؟ اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، وهذا معروف أنه ثناء، تثني على الله عز وجل فتحمده لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض ورب كل شيء. أنت قيم، وفي رواية قيوم، وفي رواية قيام، وكلها ثابتة. وقد قلنا المراد أنه يدبر أمور خلقه، يقوم عليهم، يحفظهم، يدبر لهم الرزق، وكل ما شأنه للأمة أو للناس وللخلق الله عز وجل هو الذي يدبره. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وهذه صفة أيضا، صفة ذاتية. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاه، فضرب مثلا لهذا النور وهو صفة من صفاته. وذكر العلماء أيضا أن النور على قسمين، كما تكلمنا أيضا في الرحمة أنها على قسمين، نور الذي هو صفة من صفاته، ونور يجعله ويخلقه في عباده. فالذي يضاف إليه الأصل فيه أنها إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية الله نور السماوات والأرض، وكما في الحديث أنت نور السماوات والأرض، وكما في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. ونور المؤمن الذي في قلبه، ونور المؤمن الذي يسأله الله عز وجل من ربه، هذا نور مخلوق. أما هذه صفة. وبعض أهل العلم وإن كانوا قليلا ذهبوا إلى أن من أسمائه أيضا النور، استدلالا بهذه الآية الله نور السماوات والأرض، وهذا قول قوي أن من أسمائه النور، لا سيما أيضا أكد ذلك بالحديث الذي بين أيدينا أنت نور السماوات والأرض. قولك الحق، يعني لا يقول إلا الحق جل في علاه. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، كان الملائكة إذا سألوا عن الوحي. ووعدك الحق، كلما وعد به عباده من فضل ونعيم وجنة كلها كذلك حق. ولقاؤك حق، وكلنا سنلقى الله عز وجل ولا بد من ذلك، بل حتى الكافرين سيلقونه، لكنهم يلقونه لقاء الخائف الذي فيه من الهلع والخوف والمذلة، لا يتمتعون بهذا اللقاء، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن هم يلقونه، كما عبر بعض أهل العلم قالوا كلقاء السارق للملك. السارق لا يريد أن يلقى الملك لأنه سيقطع يده، فلقاء الخوف، وليس لقاء رحمة أو لقاء فيه من المتعة والنعيم، إنما هو لقاء الخوف. والجنة حق والنار حق، خلق الله الجنة وجعل لها خلقا، وهكذا خلق النار وجعل لها خلقا، وهي حق وقد أعدت حتى يتعظ الناس ويعتبر أنها قد جهزت وخلقت. هذه خلقها رحمة يرحم بها من يشاء من عباده، والنار خلقها عذابا، قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء. والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. اللهم لك. والساعة حق، والساعة حق، القيامة ستأتي ولا بد، وهي قريب. يسألك الناس عن الساعة، وهذه الساعة كما أشرنا السؤال جاء من بعض الصحابة
والنبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه لا يعلم متى وقتها، وكان يرشدهم لما فيه خير. ولما سأله أيضا جبريل قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أفضل الملائكة يعرف، ولا أفضل الأنبياء والرسل أيضا يعلم، لأن الله عز وجل أخفاها، بل كاد يخفيها عن نفسه. قال: أكاد أخفيها، يعني عن نفسي، لكن جعل لها دلائل وجعل لها علامات، ولها أسماء كثيرة، وبعضهم يقول هي من أسماء يوم القيامة. من أسماء يوم القيامة الساعة والقيامة والقارعة والتغابن والحاقة والآزفة، كلها من أسماء يوم القيامة. وهذا يبين عظمة هذا اليوم، كيف أن هذا اليوم تنوعت أسماؤه لعظمته. اللهم لك أسلمت، يعني انقاد لربه وقبل كل ما جاء به. وبك آمنت، يعني صدقت ما جاء في الكتاب والسنة وبما قاله الله، وهذا التصديق تصديق يقيني. وهكذا عليك توكلت، يعني فوضت أمري إليك، لأن التفويض والتوكيل والتوكل عبادة، وهو اعتماد القلب، بمعنى يفوض أموره كلها لله، صغيرها وكبيرها. وإليك أنبت، يعني إليك رجعت وتبت قلبا وقالبا، يرجع إلى الله ويتوب وينوب، وهو سيد التوابين عليه الصلاة والسلام. وبك خاصمت، من أجل الله جل في علاه نخاصم الأعداء والكفار وأهل الضلال، لأنهم هم أهل خصومة، لكن نحن نجادل ونخاصم بالحق، كما قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن هناك جدال، لكنه جدال لإظهار الحق. وهناك خصومة كذلك، كما قال الله في القرآن: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. لهذا علي رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول: أنا أول من أجثو على ركبتي للخصام بين يدي الله، لأن أول معركة حصلت وفيها قتال، أول من برز للقتال علي، ومعه عمه حمزة، وكذلك ابن عمه أبو عبيدة ابن الحارث رضي الله عنهم جميعا. فقالوا: هذه نزلت في بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: فاغفر لي، مع أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مغفور له ما قدمت وأخرت، ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت. قالوا: فلما يطلب المغفرة وقد غفر الله له؟ لا شك أنه يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام تضرعا وتعبدا وتواضعا وإجلالا، لأن الله قد غفر له، فيفعل ذلك تقربا لله وتضرعا. فهو يفعل هذا حتى يكون قدوة، وإلا هو مغفور له. وليس معنى أنه قد غفر الله له أنه يترك العبادة، بل زاد في العبادة واشتد. لما كان يقوم الليل فقالوا له: يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أفلا أشكر الله على هذه النعمة أنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قالها لعائشة وقالها لبلال، وكان يقول لعائشة: ذريني يا عائشة أتعبد ربي، وهي كانت تقول: أحب قربك يا رسول الله، وهو كان ينشغل بالقيام ويقول: ذريني يا عائشة أتعبد ربي. فكان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام لأنه كان يشعر بالراحة في صلاته. وطائفة من أهل العلم قالوا: فاغفر لي، قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليه سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والذي يظهر والله أعلم ما ذكرناه أولا هو الصواب، أن هذا تواضعا وتضرعا وتقربا وأسوة وقدوة حتى يتأسى به الناس فيستغفرون ربهم. قال: حدثنا ثابت بن محمد. ثابت بن محمد هو العابد الكوفي. قال: حدثنا سفيان هو الثوري، وبالإسناد نفسه، لكن فيه زيادة: أنت الحق وقولك الحق. ولا شك أنه من أسمائه الحق، وهو الحق جل في علاه، وما يقوله حق وأفعاله حق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. انتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو الباب التاسع، وأراد رحمه الله من هذا التبويب أن يثبت صفتين عظيمتين لله جل في علاه، وهي صفة السمع والبصر. قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وهذه جزء من آية إن الله نعم ما يعظكم به، فأثبت هاتين الصفتين بهذه الآية، والآيات كثيرة جدا في إثبات السمع والبصر، بل جاءت بسمع ويسمع وأسمع. سيذكر المؤلف أيضا دليلا ثانيا وثالثا. لما بوب هذا التبويب رحمه الله ساق حديثا معلقا، قال وقال الأعمش، ومعروف أن الإمام البخاري لم يدرك الأعمش، بينهما قرابة 100 سنة بين الوفاتين. سليمان بن مهران الأعمش الكوفي من حفاظ أهل الكوفة، بل لا يوجد أحفظ منه، وقد روى عنه الأئمة الكبار كشعبة وسفيان، إلا أن راوية الأعمش هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو الذي أيضا روى هذا الحديث من طريقه. فهذا الحديث لم يوصله البخاري في الصحيح، لا يوجد إلا معلقا وفي هذا الموضع، لكن وصله الإمام أحمد في المسند، ووصله كذلك ابن ماجه في السنن من طريق محمد بن خازم أبو معاوية، من طريق محمد بن خازم أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن تميم، وهو صحيح الإسناد. وتميم هو تميم بن سلمة الكوفي عن عروة، وعروة هو ابن الزبير يروي عن خالته عائشة، فعروة أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي الله عنهن. وعروة كان كثيرا ما يروي الحديث عن عائشة، لأنه من محارمها، يدخل متى شاء وأي وقت شاء، بل جاء عنه قبل أن تموت عائشة ب4 سنوات، قال لو ماتت عائشة لما حزنت على ذلك لأني قد رويت عنها كذا وكذا. يعني ما فاته شيء مما حدثت عائشة، روى الكثير عن عائشة رضي الله عنهم جميعا، وكان من العباد، وكان من الحفاظ الفقهاء، وفيه من الورع، وكان يبتعد عن الفتن. قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية فيها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه الآية فقط جاء الفعل ماض، وجاء كذلك مضارع يسمع تحاوركما، وجاء بالمصدر إن الله سميع بصير في آية واحدة. وقال الله جل في علاه لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. إذن هما صفتان ذاتيتان، ومن أسمائه السميع البصير. وجاءت كذلك الآيات الكثيرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة يثبتون هاتين الصفتين، وما أثبتها الجهمية ولا المعتزلة. الأشاعرة أثبتوها ولم يثبتوها كما أثبتها أهل السنة، لكن هم يثبتون الصفات العقلية، لا يثبتون الصفات الخبرية المتعلقة بأفعاله، وتقال لها الصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والرضا والإتيان والمجيء والغضب والرضا، كل هذا لا يثبتونه، يحرفونه ويؤولونه، يزعمون أن هذا يلزم منه الحدوث، وأن الله تجري فيه الحوادث، إذن يدل على أنه مخلوق. كل هذا كلام باطل وغير صحيح، بل هو قياس الخالق على المخلوق. قد قلنا أن هؤلاء زعموا أنهم يريدون أن ينزهوا الله،
فماذا صنعوا؟ حرفوا الصفات وأولوها حتى لا يقال إن الله عز وجل كالمخلوق في صفة الغضب والرضا والاستواء وإلى آخره. نحن نريد أن ننزه الله، وفي الحقيقة هم حرفوا وعطلوا الصفات، فهم معطلة. وحديث الباب حديث عائشة حديث عظيم في الحقيقة، يبين حقيقة قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأن عائشة كما جاء في بعض الروايات كانت عند الحجرة تسمع، فتسمع بعض حديث هذه المرأة ويخفى عليها بعض حديثها، وهي بجانب الحجرة، لكن لا تسمع كل ما تقوله المرأة. فأنزل الله من سابع سماء قد سمع الله قول التي تجادلك. لهذا قالت سبحان، قالت عائشة في بعض الروايات سبحان الذي وسع، وفي رواية التي بين أيدينا الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. أي صوت يسمعه الله في أي وقت ولا تختلط عليه الأصوات. لو تكلمت كل مخلوقاته من الجن والإنس والحيوان يسمعهم في وقت واحد ويميز بين هذه الأصوات كلها سبحانه. لهذا قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وسيذكر المؤلف أيضا حديث الملك الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة يثبتون البصر ويثبتون النظر ويثبتون العين لله ويثبتون الرؤية، فالله يرى، لأننا ذكرنا في الآية إنني معكما أسمع وأرى، يعني يبصر، وله عينان تجري بأعيننا، إن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان. الحديث الثاني قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب الأزدي إمام حافظ فقه، كان في مكة وكان قاضيا بها. قال حدثنا حماد بن زيد كذلك من أئمة أهل البصرة، حماد بن زيد بن درهم، وكان قرينا لمالك، بل قالوا مات في السنة نفسها التي مات فيها مالك، سنة 79 و100. عن أيوب السختياني، إمام من الحفاظ الكبار، وهو يروي عن كبار التابعين. وهنا يروي عن أبي عثمان النهدي الذي قد مر معنا، عبد الرحمن بن مل، وهو مخضرم، عن أبي موسى الأشعري وقد مر معنا. ماذا فيه؟ كانوا في سفر، وكانوا إذا علوا في السفر يكبرون، وهذه سنة. إذا كنت مسافرا فعلوت بسيارتك أو على أقدامك، السنة أنك تكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يترفقوا بأنفسهم، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال لهم أربعوا على أنفسكم، يعني ترفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لأن هذه من صفات النقص، الأصم، الأبكم، الأخرس، الغائب الذي لا يدري. فقال الله عز وجل يسمعكم، وكذلك هو معنا سبحانه وتعالى بسمعه وبصره، مع علوه على عرشه واستوائه عليه، فهو معنا. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا، وهذا هو الشاهد، صفة السمع والبصر. قريبا، وهذه سيأتي الكلام عنها، صفة القرب، فالله قريب، قريب من عباده كلهم، كما قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لأن عندنا صفة القرب وعندنا صفة المعية. المعية يقسمها العلماء إلى قسمين: معية خاصة للمحسنين والمتقين، إن الله لمع المحسنين، وكثير من الآيات أنه مع المتقين. وكذلك الصفة المعية العامة، وهي أن الله مع العباد كلهم، مطلع على أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، يعلم ما يفعلون وما يذرون. وهذه فيها آيات كثيرة جدا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية، إن الله بكل شيء عليم. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كان يذكر الله بهذا الذكر، لكنه ما كان يرفع صوته به في نفسي، يعني كان له صوت وله حركة في شفتيه وفي لسانه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعلمه فضل هذه الكلمة العظيمة، فقال: يا عبد الله بن قيس، وهذا اسمه، اسم أبي موسى الأشعري، وقلنا هو يماني من أهل اليمن،
وذكرنا أنه توفي سنة 50 رضي الله عنه. قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة به، يعني جاء اللفظ بهذا وهذا. فالذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يجعل الله له كنزا في الجنة. والشاهد من الحديث كما أشرنا تدعون سميعا بصيرا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني أنه قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. انتقل بعد ذلك إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه يقول الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان الجعفي الكوفي، قال حدثني ابن وهب وهو المصري، عبد الله بن وهب المصري، أخبرني عمرو بن الحارث وهو كذلك المصري وهو من أئمة هذا الشأن، إمام حافظ، عن يزيد، ويزيد هو ابن أبي حبيب، عن أبي الخير وهذا أيضا مصري وهو مرثد بن عبد الله، وهذا الإسناد أكثره من أهل مصر. قال: سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص عاش في مصر لأن أباه رضي الله عنه عمرو بن العاص كان واليا على مصر في زمن عمر وفي زمن عثمان، فهو عاش مع أبيه في مصر، وهو سهمي من بني سهم، عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، وكان من العباد الحفاظ السابقين المكثرين من رواية الحديث، وأحد العبادلة 4: عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود، بعضهم يدخله وبعضهم يخرجه، ويدخلون عبد الله بن عمر، وهذا هو الصواب، لأن هؤلاء 4 عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير هم من صغار الصحابة في الحقيقة، ولعل أكبرهم عبد الله بن عمر. هؤلاء طال بهم الزمن وصار الناس يحتاجون إلى فتاويهم ويستشيرونهم وهم علماء الدنيا في زمنهم، فلما انتشرت فتاويهم وعلمهم سموا بالعبادلة 4، بخلاف عبد الله بن مسعود وهو من العلماء القراء، عبد الله بن مسعود والسابقين الأولين، لكنه توفي بالنسبة لهؤلاء توفي مبكرا، بين وفاته وبين وفاة هؤلاء 30 سنة 40 سنة، توفي سنة 32. عبد الله بن عمرو بن العاص توفي سنة 63، يعني كم بين الوفاتين؟ أكثر من 30 سنة. وعبد الله بن عباس توفي سنة 68، وعبد الله بن عمر توفي سنة 73، وعبد الله بن الزبير توفي في العام نفسه 73، قتله الحجاج. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما أشرت كان من العباد الزهاد، يروي حديثا فيه أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. قد يقول قائل: أين وجه الشاهد؟ ليس في الحديث ما يتعلق بصفة السمع والبصر، إنما هو دعاء. الشاهد أن الدعاء يسمع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلما ندعو الله عز وجل يدل على ماذا؟ أن الله عز وجل يسمع دعاءنا، وإلا لماذا الله عز وجل أمرنا بالدعاء؟ فهو يسمع ويحب من عبده أن يدعوه، فهذا هو المراد. لم تكن الصفة ظاهرة في الحديث،
وإنما أراد بالمعنى، أي أن معنى هذا الحديث وأحاديث كثيرة أن الله يسمع دعاءنا، سواء كنا في الصلاة أو كنا في جوف الليل أو في السفر، يسمع دعاءنا ويحب من عبده الدعاء. وهذا الحديث فيه الاعتراف بالذنب، أن الإنسان يعترف بظلمه لنفسه، ولولا رحمة الله عز وجل له لكان هالكا. مهما عمل من الأعمال فإنه لا يستطيع أن يأتي بعمل يستحق به الجنة، إنما الأعمال جعلها الله سببا في دخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ذلك، وإلا لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا رأيت إلى النعم التي أنعم الله عليك من بصر ومن حياة ومن أموال وولد ومن كذلك تجارة ومن دنيا تعيشها، من كل الصفات التي أنت متصف بها، لا تستطيع أن تكافئ ولا تستطيع أن تعادل هذه النعم، لا تستطيع أن تعادل بها عبادة الله عز وجل، لا يمكن، ولو بقيت ساجدا من الآن إلى يوم القيامة، إلا أن يتغمدك الله برحمته. لهذا دائما الإنسان يظهر الفقر إلى الله. لماذا؟ لأن الله هو الغني فيغفر لنا برحمته. قال فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. وهذان اسمان عظيمان قد تكلمنا عنهما، صفة الرحمة وكذلك المغفرة هي بمعنى الرحمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو ثقة حافظ متقن يروي عن مالك، وبعضهم يرى أنه من أعظم الناس ثقة للموطأ. فابن وهب هنا شيخه في السند عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب أيضا من تلاميذ مالك، عبد الله بن وهب المصري. قال أخبرني يونس، ويونس هو ابن يزيد الأيلي، وقد مر معنا، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وقد مروا معنا جميعا. ماذا في هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه قصة، لكن المؤلف رحمه الله كما هي عادته في صحيحه يختصر، لا يأتي عندما يريد أن يستشهد بأمر يأتي بالشاهد، فيأتي بجزء من الحديث، وهذه عادته، وهذا إن دل على فقهه رحمه الله، فقد كان يقطع الأحاديث ويأتي بالشيء الذي يريده يستشهد به فقط من الحديث. فهنا هذا الحديث لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد آذوه، فماذا صنع بعد أن آذوه؟ لأن عائشة هي التي سألته فيما يتعلق بالأذية التي وجدها في مكة، فسألته ما هو أشد شيء مر عليك يا رسول الله؟ فأخبرها بأن ذهابه إلى الطائف كان أشد عليه، ذهب يدعوهم إلى التوحيد بعد أذية قوم، بعد أذية قومه قريش، لهذا قال لها كان أشد ما لقيت من قومك، يخاطب عائشة رضي الله عنها يوم العقبة. ويوم العقبة هذا هو عندما ذهب لأهل الطائف يدعوهم، عرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، عرض نفسه عليهم يريد أن يسلموا ويكونون له عونا على أهل مكة، لكن كانوا أشد عليه من أهل مكة، آذوه وسبوه ورموه بالحجارة، حتى إنه أصيب عليه الصلاة والسلام فخرج وهو مهموم كما جاء في الرواية، قال فخرجت وأنا مهموم على وجهي، ما كان يظن أنهم سيقابلونه بهذا السوء. لهذا لما خرج وهو في طريقه ما استفاق إلا وهو بقرن الثعالب، يعني في منطقة معروفة يقال لها قرن الثعالب قريبة من مكة. لما وصل إلى هناك عليه الصلاة والسلام، لما وصل إلى هناك لما وصل جاءته سحابة، فنظر فإذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل، لأنه في الحديث قال إن جبريل ناداه من سحابة، أظلته هذه السحابة، فنظر فإذا جبريل فناداه، قال له إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. ولماذا يقول له جبريل هذا؟ قال قد بعث الله معي ملك الجبال. إذن جاء جبريل ومعه ملك. من هذا الملك؟ هذا الملك عمله خاص بالجبال، كل ما يأمره الله في الجبال يفعله،
فجاء يخير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد أن انتهى جبريل من كلامه تكلم ملك الجبال ناداه. وفي رواية مسلم قال له مثل ما قال جبريل في هذه الرواية، قال له إن الله قد سمع، وهذا هو الشاهد من الحديث، إن الله قد سمع، قالها جبريل وقالها ملك الجبال، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. ثم خيره ملك الجبال، خير النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك فيما شئت، يعني اختار أنت الذي تريده سيكون. طيب ما هو التخيير؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. ما هما الأخشبان؟ جبلان من جبال مكة، يعني إن أردت أتيت بهذا الجبل وهذا الجبل، وجعلت هؤلاء الذين آذوك وسبوك ورموك بالحجارة بين هذين الجبلين، فيحصل لهم ما يحصل من الهلاك والعذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال بل أرجو أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا إن دلدل على رحمته وعلى صبره، وإلا كان يستطيع الله يخيره، يستطيع أن يقول نعم افعل، هؤلاء كفرة فجرة كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله. ما صنع هذا عليه الصلاة والسلام لرحمته، لهذا قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا حتى إنه رحمة للكافر، وهذا هو الدليل. الأمم السابقة كان ينزل العذاب، تأتي الصاعقة، يأتي لهم من السماء كما حصل لقوم لوط أرماهم بحجارة من سجيل، تأتي عليهم كما حصل لقوم نوح الطوفان، وكل هذا هلاك بالذنب. لكن هذه الأمة لا يهلكها بهذا العذاب العام، يؤخرهم، لأن النبي عليه السلام هو الذي طلب ذلك. لماذا؟ لأنه كان حريصا على إسلامهم. والدليل أنه لما دخل مكة قال ما ظنكم يا قريش أني فاعل بكم؟ آذوه وطردوه من مكة وأرادوا قتله وأخرجوه منها وفعلوا به الأفاعيل، وفي الأخير يقول اذهبوا أنتم الطلقاء يغفر الله لكم. فسموا بالطلقاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلقهم ولم يعذبهم ولم يعاقبهم ولم يحاسبهم ولا حتى لامهم ولا ذكرهم بشيء، لأن هذا هو الداعية الحقيقي، أنه لا ينتقم لنفسه ولا يحاسب الناس على حساب نفسه أنا وأنا وأنا، إنما يفعل لله، يريد ما عند الله. ولو كان الأمر كذلك لما أقيمت الدعوة. تخيل أن كل داعية إنما يفعل لنفسه ويحاسب الناس من أجل نفسه ومن كرامة نفسه، ويريد الناس أن تمدح نفسه، ويريد من الناس أنها إذا فعلت شيئا اعتذرت له. ولهذا كثير من الآيات فيها الأمر بالعفو، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. فكان يعفو عليه الصلاة والسلام. يأتيها الأعرابي ويشد في ردائه اعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال المسلمين، ويأتي ذاك ويلصقه في شجرة حتى قال التصق ثوبه بالشجرة، وهم يريدون شيئا من المال، فقال والله لا ما عندي شيء، ولو كان عندي لأعطيتكم، والله لا تجدوني جبانا ولا بخيلا. وهذا معروف، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، في كرمه في شجاعته في صبره في عفوه لن تجد أحدا كرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذان الجبلان جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان يقال لهم الأخشبان، يقال لهم الأخشبين. قالوا لماذا سموا بالأخشبين؟ قالوا للصلابة والغلظة في حجارة هذين الجبلين، لهذا يصفون الرجل بأنه رجل أخشب. إذا قيل هذا رجل أخشب قصدوا بذلك أنه صلب في عظامه وعظامه أكثر من لحمه. إذن ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم.